عشان يديني ال 60 دولار هو ينتج ال 100. طب لو انتج ال 100 وما عنديش مستهلك اعمل ايه؟ فجه في فتره من فترات برضه في بدايه هذا القرن كنا وصلنا الكهرباء معظمها كانت وصلت غاز، المصانع ما كانش فيه طفره صناعيه، النمو الصناعي 3% وكهرباء 4%، ما كانش فيه مدخل او مأخذ ياخد الغاز مني، ما كانش عندك بديل الا التصدير. ده بقى كان خيار استراتيجي، والا هفقد حصتي المجانيه من الغاز اللي انا اكتشفته، لان مفيش ميزه ان انا اكتشف غاز كتير لو ما نميتوش، ومفيش ميزه ان انا انميه لو مش قادر ادفع فلوسه، او انميه وبعدين يبقى فيه جزء اقول للشريك معلش انا مش عايزه وهو ما عندوش وسيله انه يصدره فهدفع فلوسه مش هاخده، دي تبقى كارثه. فاللي اتعمل ده كانت قرارات اقتصاديه مبنيه على قرارات طبعا فاعله للاتفاقيات البتروليه اللي هي موقعه ومعتمده طبعا كمان جهات. طب سيد وسيم، احنا من ضمن الامور اللي تحدثنا، خلينا ندخل في بعض الموضوعات اللي ممكن تكون عندها ترتبط بحياه المواطن بشكل اكثر. من ضمن الموضوعات اللي اشرت اليها عده مرات فكره الدعم، احنا بنتكلم عن 72 مليار جنيه مصري تقريبا في خلال العام 2007 2008 72 مليار. سؤالي هو هل الدعم اللي احنا ليه في دعم؟ الغاز غازنا، البترول بترولنا، المنصات بتاعتنا ملكنا، الناس ليه في دعم؟ وهل الدعم ده هو الفرق اللي هو بيسموه الفرصه البديله، ان انت لو كنت بعت وكنت كسبت 72 مليار، ولا هو مصاريف حقيقيه؟ هو طبعا نظريا كما حضرتك قلته ده يعني يبدو كده مجمله انه منطقي بالظبط، الناس بتقول كده. لكن انا عندي 75 شريك في مصر، يبقى الغاز مش غازنا، البترول مش بترولنا، احنا شركاء فيه، احنا وناس تانيين، ده نمره واحد. هناك حصه للشريك وحصه للمصروفات وحصه لمصر. كويس. اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي هو غاز غازنا وبترول بترولنا هو حصته، ده مؤكد مفيش مناقشه فيه. طلعت انا بقى الغاز ده هعمل بيه ايه؟ هديه لاحد المستهلكين وليكن قطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء بياخد تقريبا بدولار الغاز. دولار واحد الغاز. اذا هو عايز عشان يبقى اقتصادي ياخده بدولار، دولار وربع، يعني المهم ان هي ارقام محدوده يعني. بياخد 60% من الاستهلاك المحلي قطاع الكهرباء. طب هل تدعم الكهرباء ولا لا؟ نمره واحد يعني. لو ما دعمش الكهرباء يبقى مفيش دعم غير مباشر للصناعه، مفيش دعم للمواطن. المصرف الكهرباء لازم تدعم. السولار اللي عندنا والبوتاجاز عندنا ما بيقضيناش، لان الاستهلاك بتاع السولار والبوتاجاز اعلى بكتير من الانتاج بتاعنا. هل تستورد بوتاجاز ولا تستورد؟ ما تستوردش. هتستورد. طيب انت عايز تعمل نوع من الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي لبقيه المنتجات، هل تاخد خام الشريك وتكرره ولا لا؟ خاصه انك بتاخده بسعر اف او بي، ما باخدوش بسعر لا سي اند اف ولا عليه ارباح من الخارج، فباخده باقل سعر ممكن واطلع منه كل المنتجات البتروليه. فباخد الغاز بتاع الشريك اللي انا مش سامح له يصدره، لازم اخده منه وادفع ثمنه. وان كان الحمد لله ان احنا في الوقت الحالي مع تعديل اتفاقيات البترول كلها او شكنا ان شاء الله، اصبح تقريبا كل غاز الشريك هو اللي هيخش في التصدير، ودي طبعا هتوفر لنا فاتوره كبيره جدا وهتقلل الدعم قوي على فكره. يعني ايه غاز الشريك هياخد في التصدير؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني انت لما تيجي تعمل تصدير في شريك انت عايز تاخد غاز وتقدر تاخده منه، في شريك انت سمحت له يصدر، والشريك تقريبا بيصدر 12% من الغاز وانت بتصدر 18%. 18% اللي انت بتصدرها انت بتحاول تكسب منها. ليه؟ عشان الربح ده ادعم بيه الغاز داخل مصر. كويس. هو متوسط سعر النهارده تكلفه الغاز في مصر، هو متوسط السعر بتاع البيع تقريبا دولار وربع، دولار و35 سنت، ده تقريبا متوسط سعر البيع مجمل المحسوب. ما تقدرش تبيع كده الا لو انت عندك مصدر تدعم بيه بالغاز. في حاجه برضو عشان نفهمها للسيدات الساده المشاهدين، احنا الدعم عندنا مش مقصود بيه الفرصه البديله، ولا مقصود بيه السعر في امريكا ولا اوروبا كام ولا لبنان كام ولا تونس وهنا كام، لا. الدعم المقصود بيه في قطاع البترول هو الفرق بين التكلفه التي تكلفناها لتدبير كل المنتجات البتروليه والغاز المطلوب للسوق المحلي خلال عام، مطروح منها سعر البيع. يعني 72 مليار جنيه خسارة في خساره فعليه، خساره في مبيعاتنا، مش مكسب، مش فرصه بديله، مش مكسب ما جاش. لا. وفي اخر 4 سنين احنا بنتكلم عن حوالي فوق ال 200 مليار جنيه. تخيل لو هذا المبلغ هيئه البترول اخذته ما دعمتش بيه، حطيته في البنك كان يبقى 22 مليار في السنه. اللي هو متوسط الدعم. طب مهندس، يعني دي كانت مساله، يعني احنا كنا ممكن نفهم كمواطن، كنت ممكن افهم ان الاسعار ارتفاع سعر البنزين مثلا كنت افهمه في السنه اللي فاتت، لان كان في ارتفاع في اسعار البترول وصل ل 140 ودخل 150 دولار تقريبا. النهارده سعر الدولار اقل من 40 دولار، ليه سعر البنزين ما يرخصش؟ تمام. اولا احنا الموازنه بتاعتنا وضعت في الربع الاول من العام الماضي، العام الميلادي الماضي مش المالي، لازم تتحط قبل العام المالي. العام المالي بيبدا في يوليو، فمنطقي ان انا ابتدي مثلا في يناير احط الموازنه بتاعتي. في هذا التوقيت كان السعر قرب ال 100 دولار،
وكان السنه اللي سبقته فعلي 70 او 72 دولار. فاحنا اخترنا 80 دولار كمتوسط للعام المالي الحالي اللي هو يبدا يوليو وينتهي في يونيو الجاي ان شاء الله. وبالتالي طول ما انا 80 دولار انا الدعم بتاعي كان حوالي 62 مليار، يبقى انا لسه ماشي على الموازنه اللي انا حاططها. طب هل النهارده السعر 80 دولار؟ لا. الربع الاول كان اعلى، الثاني كان اقل شويه، الربع الثالث اللي احنا فيه ابتدى ينخفض، وبالتالي النهارده احنا ممكن تقول مثلا وصلنا قول 70 دولار. يبقى انا دعمي مش هيبقى 62، ممكن يوصل 50. كويس. 48. بس ما زال في دعم. لكن لسه في دعم 48. طيب هل هو ده كل الامر؟ لا. صادراتي قلت النص تقريبا. البرميل البترول نزل من 140 او 130 نزل بقى 45 دولار. او نزلت حتى ل 40% الصادرات. يعني يمكن اللي مخلي صادراتنا كويسه، وليه بقول النص؟ ان الربع الاول كان قوي جدا في السنه الماليه، يعني احنا سنتنا بتبدا في يوليو، اغسطس، سبتمبر، هي اقوى 3 شهور في تاريخ صناعه البترول. وبالتالي هذا العام توازن. لكن لو عام تاني كان ممكن اقول صادراتي بقت الثلث او الربع مش النص. وبالتالي صادراتك قلت ودعمك قل، بس ما قلش النص لو تاخد بالك، قل من 62 ل 50. من 72 ل 50 حوالي 20%. لا 72 ده السنه اللي قبلها. كده السنه دي داخل 62. دي قلت حوالي 20-25%، لكن النزول في الاسعار 50% في مواردك. وبالتالي انت الفلوس اللي انت كنت حاططها في الدعم ما بقتش موجوده. صحيح الدعم قل بس نفس الفلوس ما بقتش موجوده. لكن خلينا اقول بشكل بسيط، ثمن البنزين النهارده اللي بيتم البيع بيه سواء لل 80 او ال 90 او 92 هو اقل بكثير من التكلفه الخاصه به حتى مع انخفاض اسعار البترول. اولا تكلفه بنزين ده مش هقارن باوروبا ولا امريكا ولا اسيا. انا بتكلم عن التكلفه. لا التكلفه ما زالت اعلى من سعر البيع. كويس. لجميع البنزينات بلا استثناء. بما فيها 80. بما فيها 92. لا 80 و90 و92 و95. حتى مع انخفاض الاسعار. لا لو وصلنا 40 دولار ممكن 95 يتوازن. ال 95 هو الوحيد اللي يتوازن بقى. لا مش هيتوازن. انما 92 لا بعاد خالص. بعاد خالص. نفس الشيء بالنسبه للسولار، احنا بعاد جدا عن السعر. نفس الشيء بالنسبه للبوتاجاز، بعاد جدا جدا. البوتاجاز احنا الدول الحدوديه اللي جنبنا كلها اعلى مننا. عايز اقول لك بقى يعني بقى اكتر من 10 مرات، مش هقول لك مثلا مرات. الدول اللي احنا بنستورد منها، بنستورد من الجزائر والسعوديه. الجزائر سعر بيع انبوبه البوتاجاز عنده 10 مرات سعر الانبوبه. انا هنا برضه هحط السؤال اللي اكيد بتصور ان عدد كبير من المشاهدين هيتكلموا عنه، يعني احنا برضه مستوى الدخل عندنا غير مستوى الدخل عند الناس الاخرى، يعني فهنا ده سؤال مهم. هناك البنزين ممكن يكون سعره 4 و5 و6 جنيه، لكن مستوى الدخل هناك غير مستوى الدخل عندنا. ده سؤال ذكي جدا طبعا. مش كده احنا قارنا بمين؟ بدول افريقيا والدول العربيه اللي حوالينا. لا مليان دول افريقيه دخلها اقل مننا بكثير جدا، ما يقلوش مثلا عن 50-60% من المستهلكين للبنزين، ومستوى الدخل عنده اقل مني، والبنزين عنده اغلى من عندي، والسولار عنده اغلى من عندي. فهي مش واقفه على مستوى الدخل. هشرحها لك برضه ببساطه. لو انت عايز تجيب النهارده اي حاجه من بره، ساعه رولكس، جزمه كاوتش، اي حاجه تشتريها من اي حته في العالم، هل بيبيعها لك يقول لك انت بلدك مستوى الدخل اقل فهديها لك ارخص؟ هتاخدها بسعرها. السلعه لها سعر. مفيش حاجه. انت مستوى الدخل ده قياسي لك انت كشخص، لكن لا يقاس كدوله. كمان مستوى الدخل ما بيتوزعش على الافراد بالتساوي، لكن هو طبعا مستوى الدخل مؤثر طبعا على الشخص وعلى قدرته نستخدم هذا اللتر، وعلى القرارات الاقتصاديه اللي بتتاخد. عشان كده في قرار الدعم. لا عشان كده القياده السياسيه يعني مصممه ان الدعم يستمر في مصر، ويستمر بالذات في الحاجات اللي تمس محدود الدخل. ده اللي كل الشغل قايم على كده. لو ما كناش عندنا توجيهات من القياده السياسيه والحكومه بتنفذ هذا الموضوع بمنتهى الكفاءه، الحكومه المصريه برئاسه الدكتور احمد نظيف طبعا، ان احنا ننفذ طلبات القياده السياسيه، ان احنا نخلي مستوى الدعم مقبول ويروح فعلا للمستحقين، كان سهل قوي ان احنا نغير المنظومه دي بسرعه. احنا وصلنا من مليار سنه 98 ل 72 سنه 2007 2008 في اقل من 10 سنين.